السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. خلاص عيد الاضحى على الابواب، يلا نلحق نعمل الرقاق بطريقة فرد سهلة جدا. لو 10 كيلو في ثواني هتعمليهم، مش هياخدوا في ايدك اي وقت. هنعمل الرقاق الناشف وهنعمل الرقاق الطري، الاتنين بعجينة واحدة. مش هتكلم كتير، متهيألي كده الفيديو بيتكلم عن نفسه. يلا نسمي الله ونشوف الرقاق الجميل دوت هنعمله ازاي. لو اول مرة تشوفيني، انا اميرة كرم، شرفيني بالاشتراك في القناة وما تنسونيش في لايك ومشاركة للفيديو. معانا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، هنحط له معلقه ملح صغيره ممسوحه. هنقلب الملح مع الدقيق كويس جدا ونبتدي اللي احنا نعجنه. هنبتدي ننزل بالميه بتاعتنا، كوبايتين من الميه، الكوبايات العاديه اللي في كل بيت اللي هي بايد العاديه ديت. هنحط كوبايتين ونعجن. احنا عايزين العجينه بتاعتنا تكون قاسيه، ما تكونش طريه، تكون ناشفه معانا نوعا ما. لقيت العجينه في ايديا لسه ناشفه، هنبتدي نزودها كمان نص كوبايه ونرجع نعجنها تاني. مش هنضيف الميه بتاعتنا كلها مره واحده، هنضيف كوبايتين ونص ونرجع لو احتاجت العجينه نحط لها. بس نحط لها ازاي؟ معلقه معلقتين من الميه، ما نكترش من الميه عشان العجينه ما تطرش معانا. هوريها لكم دلوقتي في الاخر لما نخلص العجينه. بصي، عجينه ناشفه، لمت العجينه بتاعتنا كلها اللي في الطبق. ايدينا خلاص ما عادش فيها عجين، كده العجينه مظبوطه معانا. ما تكتريش من الميه في الدقيق بتاعك اول ما تيجي تحط الميه علشان العجينه ما تطرش منك. هنحط كوبايتين ونص، لو احتاجت معلقه معلقتين نزود، ما احتاجتش كده خلاص. غطينا العجينه بتاعتنا حوالي نص ساعه، ريحت معانا. بص عامله معانا في ايدينا ازاي. احنا كنا حاطينها الاول في الطبق ما بتلزقش خالص في ايدينا، دلوقتي تحسي العجينه ريحت وبدات اللي هي تلزق شويه في ايديكي. كده عجينه ناجحه جدا معانا. بصي ناعمه في ايدينا خالص وطريه معانا، جميله جدا. هنبتدي اللي احنا نقطعها بقى كور صغيره، يا دوبك الكره معانا لما نيجي نفردها تبقى على قد الصينيه. خلاص قطعنا العجينه بتاعتنا كلها، طلعت معايا حوالي 24 حته. هنبتدي ان احنا نغطيها تاني ونسيبها تريح معانا تاني عشان لما نيجي نفردها تتفرد معانا بسهوله. هتقعد معانا حوالي 10 دقايق في الترجيحه التانيه، مش هتاخد معانا وقت خالص. بصي ريحت معانا وجميله جدا. هنبتدي نجهز خليط الفرد اللي هنفرد بيه الرقاق بتاعنا. ربع كوبايه من الزيت النباتي، هنضيف عليه 3 معالق كبار من الدقيق او من الطحين. نقلب كويس جدا لغايه لما كله يبقى خليط واحد. بصي عجينه معانا جميله جدا. نركنها على جنب ونبتدي نفرد الرقاق بتاعنا. هنفرد الكرة بتاعتنا يا دوبك كده قد القرصة. هنفرد 2 3. انت ممكن لو عايزه تفردي 4، عايزه تفردي 5، على قد الصينيه اللي انت هتعملي عليها. مش عايزين نعمل كتير عشان لما نيجي نسويها ما تاخدش معانا وقت والعجينه ما تريحش مننا. نبتدي نرجع تاني لخليط الفرد بتاعنا، نديله تقلبتين 3 بالفرشه. نجيب اول واحده كده نحط عليها الخليط دوت على قد ما تقدري. يغطي الحرف بتاع العجينه بتاعتك عشان لما نيجي نحط الواحده فوق التانيه الحرف بتاعها يكون متغطي كويس. لانك لو مغطيتهاش كويس بخليط الفرد دوت، لما تيجي تسويها على البوتاجاز دلوقتي ونيجي نخلعها من بعضها هتلاقيهم كده ماسكين في بعض وملزقين، مش هتعرفي ان انت تخلعيهم من بعض. دي اخر واحده معانا، مش هنحط عليها اي حاجه. هو اول 2 بس اللي هنحط عليهم، وتالت واحده اللي هي الاخيره مش هنحط عليها اي حاجه من فوق. هنبتدي ان احنا نفردها كده بايدينا وبعدين نفردها بالفراده. نروح قلبينها. اول ما تفرديها من فوق تروح جايه قلبها على طول عشان تفرديها برده من تحت. حاولي الكره اللي فوق تبقى قد الكره اللي تحت، حتى لما تيجي تفرديهم يبقوا كلهم قد بعض عشان ما تلاقيش واحده صغيره واحده كبيره زي ما شفنا كده لما جينا قلبناها. لان اللي تحت صغيره واللي فوق كبيره، لا احنا عايزين كلهم قد بعض. يا دوبك كده نفردها ونروح قلبينها ونرجع نفردها تاني ونروح قلبينها لغايه لما تبقى الكور كلها قد بعضها. هي عجينه جميله جدا في ايديا، في ثواني بتتفرد معايا، ما بتاخدش معايا وقت خالص.
بالفراده كده وافردي على قد ما تقدري. عندك الفراده اللي زي بتاعتي افردي بيها، عندك النشابه العاديه افردي بيها. المهم اللي انت تخلي الرقاقه بتاعتك كلها قد بعضها، دايره قد بعضها. نشيلها كده بالراحه ونروح للبوتاجاز عشان نسويها. على العين الكبيره اللي في النص، اول ما نشغل البوتاجاز بتاعنا هنشغله على درجه حراره متوسطه، مش هنخليها عاليه قوي او واطيه قوي. اول ما تستوي معانا العجينه بتاعتنا هنبتدي اللي احنا نوطي اخر حاجه، وفي الاخر خالص لما نيجي نلدن الرقاقه بتاعتنا هنبتدي اللي احنا نهدي عليها النار خالص عشان ما تتحرقش مننا، ونعرف اللي احنا نلدن الرقاقه بتاعتنا كويس. بصي احنا دلوقتي بنتك عليها كده من على الحرف بالسباتيولا او بالمعلقه، علشان لو في حته كده من العجينه بتاعتنا مش طايله الصينيه نضغط عليها كويس عشان تطولها. بصي بدأ كده يعمل فقاقيع ويعمل هوا من جواها، اللون بتاعها بدأ اللي هو يتغير. من اللون الابيض الفاتح للون المصفر، هتلاقي كده الرقات بتتخلع لوحدها من بعضها، في ثواني هتشديها كده تتخلع معاك على طول. الرقات بتاعتنا خفيفه جدا، وفي ثواني ما خدتش معانا وقت. زي ما قلت لك كده لو 10 كيلو هتقعدي تعمليهم مش هياخدوا معاكي ساعه بالظبط. نبتدي بقى اللي احنا نلدن الرق بتاعنا كده خلاص. هنبتدي نوصل بقى اللي احنا نوطي البوتاجاز على الاخر، نهدي البوتاجاز خالص العين اللي في النص، ونبتدي اللي احنا نلدن الرق بتاعنا او ننشفه. لازم الرق بتاعنا يبقى ناشف عشان لما نيجي نشيله ما يبص مننا. كل شويه كده نقلبها ونضغط على الحرف بتاع الرقه بتاعتنا، ونضغط عليها كده من النص لغايه لما تنشف معانا خالص. نركنها على جنب ونجيب التانية. بصي بدأ لونها يغير في ثواني، بتديك اللون المبيض، اللون الاصفر دوت بيختفي معاكي. قدامك كده بالراحه تقلبيها، كل شويه تقلبيها وتدوسي على الحرف بتاعها لغايه لما تنشف معاكي. بصي ما خدتش معانا وقت خالص. هنشيل بقى التانية ونجيب الاولى اللي احنا عملناها الاولانيه. بصي في ثواني نشفت معانا، ما خدتش معانا وقت خالص، يعني عوام ما سوينا التانية كانت الاولى نشفت. لما نيجي نحط ايدينا كده ورا الرقاقه تلاقي الرقاقه خفيفه وايدينا باينه منها من ورا، ونشفت معانا خالص جميله جدا. هنخلص بقى كميه الرقاق بتاعتنا اللي احنا عايزين نعملها ناشف كلها بنفس الطريقه دي. تاني بقى واحده عملتها بنفس الطريقه برضو، 3 فوق بعضهم. هنسيبهم كده على البوتاجاز عشان نعرف اللي احنا نخلعهم من بعض. دوت بقى احنا هنعمله رقاق طري، فانا بوريكم دلوقتي الرقاق الطري بيتعمل ازاي والرقاق الناشف بيتعمل ازاي. احنا كده خلعنا اول 2 مع بعض، اتخلع اول 2 مع بعض، وسيبنا الاولى على الصينيه. زي ما انتم شايفينها كده طريت معانا خلاص، شلناها. مش هنطول عليها على البوتاجاز بتاعنا او مش هنطول عليها على الصينيه بتاعتنا عشان ما تنشفش مننا. احنا مش عايزين نلدنها او ننشفها، احنا يا دوبك كده عايزينها طريه معانا، الرقاق الطري اللي احنا بنحبه. بصي بتتخلع معايا بكل سهوله، يا دوبك كده اللي هي تشم النار. هي طبعا سخنه، انا مش عارفه اقلب فيها كتير. بصي طريه معايا ازاي. اللي احنا هنطلعها الطريه ديت هنفردها على فوطه لغايه لما بس السخونيه اللي فيها تروح، ونروح جايين قافلين عليها الفوطه عشان تدنها طريه زي ما هي. بصي دي تاني واحده معانا، نقلبها كده على طول، ما تاخدش معاكي وقت خالص. يعني يا دوبك تقلبيها على الوش ده تروح شايلاها وحطها على الوش ده، يا دوبك كده اللي هي اللون يبيض معاكي سنه صغيره، عشان احنا مش عايزين طبعا ناكلها عجين، احنا عايزين نسويها برده معانا. يا دوبك كده اللي هي تشم النار نروح شايلينها على طول عشان تدنها طريه معانا ما تنشفش مننا. دي اخر واحده معانا، يا دوبك برده تشم النار، نديها تكتين كده من النص من على الحرف بتاعها، ونحطها في فوطه عشان تدنها طريه معانا. دي كميه الرقاق الناشف اللي انا عملته. بصوا ايدي من وراها بتبان ازاي من كتر ما هي خفيفه معايا، مقرمش وجميل جدا. سامعه صوت القرمشه بجد حاجه كده تحفه.
دوت الرقاق الطري اللي احنا عملناه. زي ما قلت لك انت لازم تهويه الاول، ما تستنوش لغايه لما ينشف معاكي، يا دوبك يتهوى بس من سخونيه وتروحي حطاه في الفوطه وتروحي جايه لميه على طول. عايزه بقى تشيليه في الفريزر يقعد معاكي بالشهر وبالشهرين في الفريزر، وقت ما تعوزي تطلعي منه طلعيه، يا دوبك كده يقعد معاكي حوالي من 5 دقايق ل 10 دقايق، هيتهوى معاكي وهيطرى اكنك لسه عاملاه دلوقتي. خلاص خلص معانا الرواق كده. كل عام وانتم بخير. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون سهل عليكم. لو الفيديو عجبك دوسي لايك واعملوا لي مشاركه للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.